والله العظيم ما حدا رح يعمل عليك انقلاب إلا الفصائل يلي اجوا وعملوا هذه المذابح. كل الكرة الأرضية، كل العالم المتحضر، كل العالم المتحضر كانوا عم يراقبوا تصرفات أحمد الشرع. هل سيكون على مستوى عالي من القيادة لسوريا العظيمة لحتى يرفعوا العقوبات عن سوريا العظيمة؟ اجوا هدول اثبتوا للعالم انه مستحيل انه تتخلص انت وهذه الفصائل من هذا الفكر. بس بالرغم من هيك انا رح لي 15 واحد من رفقاتي واخواتي منذ الطفوله واولاد خالي. والله ما حدا رح يعمل عليك انقلاب الا يلي عندك. انا بحياتي ما سمعت بلد متحضر مثل سوريا عمرها 10,000 سنه في شيخ بيطلع بيقول حي على الجهاد. على الجهاد على مين؟ على مين الجهاد؟ على مين؟ والله لو كان عدو خارجي والله الواحد بيقول بنطلع كلياتنا، اما ضد اخوك مالك معتبرني اخوك؟ يعني ما بفهم انا. يعني بتطلع كمان وزيره من عندك هي الدبس والمبس بتكون محرضه؟ يعني ما حدا عم يشبع دم؟ ما حلكم تشبعوا دم باسم الله وبرمضان؟ يا اخي في بنك دم، اذا بدكم بنتبرع لكم بالدم كل يوم على الفطور. اشربوا بدال السوس وبدال التمر هندي، اشربوا دم. 5 سنين و4 سنين وناس عاجزين عم يموتوا، ليش؟ بعدين يا اخي اذا انت سوري عم تقتلني بجوز روحي تسامحك لانك اخوي السوري، اما تجيب لي من تركستان ومن القوقاز ومن الشيشان ومن الميشان لك عم يبهدلوا عرضك وعم يبهدلوا نسوانك، لانه نحن عرضك ونحن نسوانك، مو نحن طبعا النسوان. تخيل انت اولادك بناتك عم يغتصبوهم ولا عم يقتلوهم بهذه الطريقه البشعه. واحد لما عم راكب على الثاني وعم يقول له عوي ولاد، بتعرف كيف عم يعوي؟ عو 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 عو، يعني بالروح بالدم نفديك يا شرع. هو عم يعوي هتاف إلك. هيك عم تتعاملوا مع الناس انه حيوانات؟ عمرهم السوريين ما كانوا حيوانات. كل العالم كفار.